السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد. استمرار الحالة العبثية لكرة القدم المصرية، وبطلها واحد. بطلها للأسف الشديد نادي الزمالك. إيه اللي حصل بعد ما النادي الأهلي اتظلم على العقوبة وتم إيقاف عقوبة كهرباء لحين الفصل في تظلم النادي الاهلي؟ طلع علينا كابتن خالد الغندور وقال ايا كانت قرار اللجنه احنا موافقين عليه. دي لجنه محترمه ولجنه لا يشوبها شيء. نفس الكلام قاله كابتن ميدو، لكن للاسف اللي حصل عكس كده. اللي حصل النهارده ان اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك مع الرئيس المعزول مرتضى منصور. فين؟ مش في النادي، في بيته. الكرة أصبحت الآن تدار من البيت. وقال واعتذر نادي الزمالك على المشاركة في كأس السوبر بالإمارات أمام النادي الأهلي. وقالوا إن خالد الغندور كمان قال مع الاحتفاظ بالألقاب، قال ان كل الانديه المصريه واولهم بيراميدز متضامن مع نادي الزمالك، لكن بيراميدز غفل الزمالك. وبعد دقايق من ارسال خطاب لنادي بيراميدز وافق نادي بيراميدز على المشاركه في السوبر المصري امام النادي الاهلي بالامارات. هو ده اللي حصل بالظبط. طيب، اللي حصل ان نادي الزمالك او مجلس ادارته او اعلامه للاسف الشديد او بعض من المنتمين لنادي الزمالك قالوا ان كهرباء لازم يتوقف وكهرباء. طيب، المفروض ان العقوبة على قدر الجرم. يعني ايه؟ بمعنى ان مثلا لو واحد ماشي كسر اشارة مرور، مش معقولة بقى المرور هيجي يحكم عليه بالاعدام او هيديله مؤبد، لكن هيديله على قدر الجرم اللي ارتكبه في الواقعة. فاللي حصل، انا طبعا مش بتكلم على موقف كهرباء بعينه، لكن اللي حصل ان ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره تصريحاته النهارده ادانت لجنه الانضباط وادانت كل اللي كان ليه دخل في عقوبه كهرباء، لان برئاسه للاسف الشديد على حد تلميحاته وقوله على وزير الشباب والرياضه، كانوا بيفكروا ان هم كمان يزودوا العقوبه عن 12 مباراه. يعني بمعنى اصح عاوزين ينهوا على كهرباء. وده كله ليه؟ لانه ساب الزمالك وراح الاهلي. مفيش كلام يتقال غير كده. طيب، اشمعنى بقى لما هي مش مقارنه، ولكن هي خطرت على بالي دلوقتي وانا بتكلم مع حضراتكم، لما رمضان صبحي انتقل من الاهلي لبيراميدز، اول ناس كانوا واقفين معاه في انتقاله لبيراميدز ميدو وخالد الغندور. اشمعنى دلوقتي الكلام اتقلب؟ اشمعنى دلوقتي الكلام اتغير؟ ولما الاهلي كان بيطالب بحقه في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز، هم كانوا اكتر ناس واقفين معاه. لكن طبعا عشان كهرباء راح الاهلي، الموضوع مش على هواهم. طيب، اللي حصل كمان ان النادي الاهلي سافر بسلامة الله الى الامارات، وانتظم النهارده في اول تدريب جميع لاعبي النادي الاهلي في الامارات استعدادا للسوبر ايا كان مين الفريق اللي هيقابله. واتفاجئنا كلنا من لحظات ان النادي الاهلي باذن الله هيكون يوم الجمعه في موعد مع نادي بيراميدز الاسيوطي سابقا في السوبر المصري بالامارات. كل التوفيق والدعم للنادي الاهلي، ولا عزاء للاسف الشديد للناس اللي هم سبب رئيسي من اسباب انهيار نادي الزمالك. للاسف الشديد نادي الزمالك كبير بجماهيره، كبير مش كلام، لكن القائمين على نادي الزمالك هم سبب رئيسي
في انهيار نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. كل التوفيق مرة تانية للنادي الأهلي يوم الجمعة القادم في مباراة الصور أمام بيراميدز الأسيوطي سابقا. قبل ما أختم مع حضراتكم انساش أذكر حضراتكم بتعملنا على قناتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك واليوتيوب. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.